سمعوا الفنان المغربي عادل الميلودي أشقال للصحفي العراقي في ندوة مهرجان موازين. تحية للفنان عادل الميلودي، تحية لك من العراق. مرحبا 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 بناس العراق، مرحبا. طبعا احنا نعرف انه كثير من الفنانين العرب يأتون يعني الى مهرجان موازين، لان مهرجان موازين اصبح يعني أيقونة العالم بالفن بالنسبة للمغرب. وعادل الميلودي لماذا لا ينقل فنه الشعبي المغربي الأصيل إلى الدول العربية الأخرى، بما أن الفنانين العرب يأتون إلى المغرب، يعني إذا كان العربي المفتوح كما نعرف، فلماذا عادل الميلودي لم يكن له هناك بصمة في منطقة الشرق العربي؟ شكرا. الحمد لله. بالنسبة لعادل الميلودي، واش إلا نهضر غير على العراق، يعني العراق بوحدها، فأنا ما يعني نقدر نغني لأن أنا واحد الفنان عزيز عليا عراقي اللي هو ناظم الغزالي، نقدر نغني ليه. ولكن بالنسبه للعراق ما عندهمش موازين، ما عندهمش يعني ما عندهمش الحفلات، وما عندهمش داكشي، فهمتيني. داكشي علاش بالنسبه للامارات الحمد لله انا غير دابا 3 ايام و 4 ايام كنت في الامارات، كنت في دبي. المهم خدمت في الكويت، مشيت للبحرين، مشيت لقطر، الحمد لله، وسلطنه عمان. يعني الحمد لله تساريت للخليج. يعني انا كنوصل واحد الرساله باللهجه ديالنا. عندي اغاني اللي هي وصلت عندهم، اللي هي منها وصلت حتى للعراق، اللي هي ديال والو 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 والو. هذه الحمد لله كاينه. عاد عندي مرجانه مشات في الخليج مرجانه يا محبوبه قلبي، هذه مشات في الخليج كامل. الحمد لله درت بصمت بهذه الاغنيه هذه، والحمد لله مشيت الطريق ديالي بهذا الاتجاه، على اساس ان هذوك الناس ديال الخليج يوليو يعرفوا عادل. والحمد لله راه ملي كتقول في 2000 و 2005 و 2006 و 2007 في الخليج كتقول لهم عادل الميلودي، كيقول لك المغرب صافي مرة عادل الميلودي مغربي. الحمد لله كدير السميه ديالي ذاك الوقت. ولكن راك عارف راه كيطلعوا فنانه جداد.